الرجل الذي يتقاضى أعلى راتب شهري في الجزائر. أعلى راتب شهري في الجزائر 1.5 مليار في الشهر. راه الآن بين أيدي الشرطة بسبب باغار دبزة داروها له البارح عشية بين الجمعة والسبت. وكاين روايتين. رواية أولى حسب مواقع التواصل الاجتماعي وحسب مجلة 11 مونديال، يعني هذه مجلة كبيرة. طبعا الصحافة الجزائرية ما تتكلمش، صحافة بودورو ما تتكلمش. 11 مونديال يقولوا باللي بالليلي ضرب مع جيرانه و ناط دبزة في دار بالليلي، يعني كانوا ساهرين قالك ضربوها خبطة. الآخر قالك une soirée bien arrosée. En effet, le militaire aurait cette nuit organisé une soirée arrosée en compagnie de ses amis, poussant les voisins à venir se plaindre du bruit. جاو الجيران شكاو له قالوا ودي راك دير في العس بزاف، ولاو ناضوا قال لك عطاو ضربوا جيرانهم ناض دبزه وترفعت شكوى في العداله ضد بالليلي. وهذا يعني الروايه الاولى. الروايه الثانيه اكثر خطوره، هذه سمعت تجي على لسان صحفي جزائري عنده دخلاته بزاف، حتى راه عايش منذ مده في فرنسا كلاجئ سياسي. هو سيد احمد بن عطيه اللي يعطي روايه اخرى. اسمعوه ديريكت، تسمعوه ديريكت.